هذه العبادة ما غايتها؟ إن غايتها سعادة الدنيا والآخرة. إذن لا بد أن نعرف كيف نقيم الصلاة، كيف نؤتي الزكاة، كيف نصوم رمضان، كيف نحج، وأن لا نكون إمعة مع الناس، نقول ما يقول الناس ونفعل ما يفعل الناس لكننا لا ندري ما الغاية. وأضرب مثلا، كلنا إذا أردنا أن نصلي نتوضأ، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. لكن عندما نتوضأ هل نتوضأ لأن هذا شرط لصحة الصلاة فقط أو لأنه عبادة لله عز وجل؟ الجواب الثاني، لأنه عبادة أمرنا الله بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن أشعر عندما أتوضأ للصلاة أنني ممتثل لأمر من؟ لأمر من؟ لأمر الله عز وجل. وهذه تفوت كثيرا من الناس. عندما أتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هي العادة، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. لكن هل أشعر أنني بذلك متبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه أمامي يتوضأ؟ الجواب هذا هو المطلوب، لكن كثير من الناس يغفل عن هذا. ثالثا، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخطايا من أعضاء الوضوء تتساقط عند آخر قطرة. هل نحن نحتسب هذا أو لا؟ بمعنى أنني أتوضأ وأحتسب أن خطايا يدي تساقطت عند آخر قطرة. الجواب هذا هو المطلوب، لكننا والله ننساه ونغفل عنه. ولذلك لا تجد الوضوء يؤثر في القلب التأثير الذي ينبغي أن يكون.